في شقة هادية وراقية كانت عايشة هبة، ست في بيت عايشة في حالها، وجوزها كان دايماً مسافر في شغل بره مصر. دي قضية جديدة من قضية منسية. وهي قاعدة لوحدها مع بنتها الصغيرة، هبة كانت محتاجة حد يساعدها في البيت، فجابت واحدة اسمها نجوى عن طريق مكتب توريد عمال. نجوى دي كانت بتبان إن هي غلبانة لدرجة تصعب على الكافر، لابسة لبس بسيط جدا وكلامها قليل وعينيها دايما في الأرض، وزي ما بيقولوا كده عينيها فيها حزن، وبتقول إنها يتيمة وما عندهاش حد في الدنيا وبتجري ورا لقمة العيش. هبة بقلبها الطيب اعتبرت نجوى أختها، وبدأت تفتح لها دواليبها وتديها من لبسها، حتى باسوردات الموبايل والواي فاي كانت في إيد نجوى، بحجة إنها بتشغل قرآن أو بتكلم أهلها على طريق الإنترنت. هبة ما كانتش تعرف إن نجوى دي حكاية تانية خالص. نجوى ما كانتش خدامة، دي كانت واحدة مهووسة بحياة الأغنياء، وعندها حقد طبقي بيخليها تغل من جواها كل ما تشوف هبة بتشتري حاجة جديدة أو بتضحك مع بنتها. نجوى بدأت تنفذ خطة شيطانية، بدأت تحط نقط منوم وجرعات بسيطة جدا في العصير لهبة كل يوم بالليل. بدأت هبة تحس إنها دايخة وتنام بدري جدا بشكل مش طبيعي، وكانت فاكرة إن ده مجرد إرهاق أو تعب ومع الوقت ده هيروح. لكن نجوى كانت بتتحول لشخص تاني خالص، بتفتح موبايل هبة وتصور المحادثات الخاصة وصورها الشخصية وحتى أرقام حساباتها وحسابات جوزها البنكية، كانت كل ده بتسجله في رسائل. الموضوع ما خلصش لغاية هنا، يعني ما كانش سرقة بس. نجوى بدأت تبعت الحاجات دي لعصابة ابتزاز إلكتروني، وبدأوا يبعتوا لهبة رسائل تهديد بصورها وأسرارها ويطالبوا بمبالغ خرافية. هبة كانت بتنهار، ونجوى كانت بتقعد جنبها تطبطب عليها يا عيني وتمثل دور المنقذة الرهيفة اللي بتقوي حبيبتها وصاحبتها، وهي بتقول لها ما تخافيش يا ست هبة، ربنا كبير وربنا عالظالم. وفي يوم وليلة هبة حست بحاجة غريبة وما كملتش كوباية العصير، وصحيت في نص الليل لقت نور الصالة منور. مشيت بالراحة ولقت الصدمة هنا. نجوى قاعدة في الصالة لابسة أغلى فستان عند هبة وحاطة ميك اب من الميك اب بتاعها، وماسكة موبايل هبة وبتصور نفسها سيلفي وهي بتضحك ضحكة مرعبة، وبتبعت صور تانية للي بيبتزوا هبة. هبة صرخت انت بتعملي ايه يا نجوى؟ نجوى وشها اتقلب في ثانية وبان السواد اللي في قلبها، ومسكت فازة تقيلة ونزلت بيها على دماغها وزقت هبة بكل قوتها من على السلم الداخلي اللي في الشقة، وبدل ما تلحقها نزلت وراها وكتمت نفسها بمخدة لغاية ما اتأكدت ان هبة فرقت الحياة، وطلعت جريت على أوضة بنتها الصغيرة وهي ناوية تكمل جريمتها حتى على البنت الصغيرة. بس الغدر ملهوش رجلين. هبة كانت مركبة كاميرات مراقبة صغيرة في الصالة من غير ما تقول لنجوى عشان تراقب بنتها وهي في الشغل. الكاميرا سجلت كل حاجة من أول نقط المنوم لغاية اللحظة اللي حصل فيها جريمة القتل. المباحث لما جت نجوى قعدت تصوت وتمثل إن الحرامية دخلوا البيت، بس الضابط ببرود طلع لها الموبايل ووراها اللايف اللي كان متسجل على السيلفر. نجوى ما كانتش محتاجة لفلوس، بس نجوى كانت عايزة تسرق حياة هبة كاملة. مش كل اللي بيمسح بيتك بيمسح غلة، في ناس بندخلهم بيوتنا بمعروف وبيخرجونا منها بالدم. الخصوصية مش قلة ثقة، لأن الحية اللي انت مدخلها بيتك ممكن تكون نايمة في الأوضة اللي جنبك وانت مش دريان. خدوا بالكم من أي حد غريب بيدخل بيتكم، واحفظوا أسراركم لأن مفيش حد أكتر منكم هيخاف على سركم. دي كانت قضية جديدة من قضية منسية.